إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أنا شفتك كنت بتقرأ قرآن كده وبعدين سجدت وبعدين قمت تقرأ قرآن تاني. يعني انت خدت بالك ان انا وانا بقرأ القرآن فجأة كده سجدت وبعدين رحت قايم مكمل تاني. تمام. بص يا عيد، السجدة دي اسمها سجدة التلاوة. احنا عندنا يا يوسف 15 سجدة في القرآن الكريم، 15 سجدة في القرآن الكريم. سواء انا كنت واقف امام بصلي بالناس او كنت بصلي لوحدي او كنت قاعد كده بقرأ بقرأ القرآن. تمام. اذا انا وصلت لاي آية من آيات القرآن فيها سجدة تلاوة تمام نسجد، ماشي. والسجدة دي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ماهيش فرض ولا واجب. تمام. لكن هي سنة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. طيب انا لو سجدت سجدة التلاوة اقول ايه؟ ماشي. اقول لك تقول ايه؟ قول. من السنة ان انا اقول كما ورد عند الامام الترمذي والحاكم، يعني اقول الله اكبر الاول، انا بكبر اقول الله اكبر. ماشي. سجد وجهي، اقول كده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. تمام. طب عادي تقول غير كده مثلا؟ اجاز بعض العلماء لو انا مش حافظ الدعاء ده ان انا اقول سبحان ربي الاعلى، ان انا اقول سبحان ربي الايه؟ سبحان ربي الاعلى 3 مرات كما في الصلاه ولا؟ من السنه، التثليث هو من السنه. تمام. طب لو عايز ادرك بقى الدعاء السنه اقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. والسجده دي اسمها سجده تلاوه. تمام. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يحفظك. الله